عايزة سبب واحد يخليكي ما تقومي تعملي البانكيك الخطيرة دي دلوقتي بمكونات بسيطة ومقادير متوفرة في كل بيت. هنحضر احلى والذ بانكيك سهل وسريع جدا، وهتجربيه وهتعمليه بكل سهولة، وزي ما قلت لكم مكوناته متوفرة في كل بيت وخطير جدا جدا جدا. يلا نشوف المقادير والطريقة عملناها ازاي مع بعض عشان نطلع احلى بانكيك زي اللي بنشتريه من بره. وبكل بساطة كده في بولة عندك هنحط ربع كوباية من السكر اللي هو حوالي معلقتين، هنحط كمان بيضاية كبيرة، المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. هحط كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او كيس من الفانيليا اللي هي البودر العادية، وهقلبهم كويس جدا مع بعض بحيث ان انا اتأكد ان المكونات دخلت مع بعض. هنزل كمان بكوباية من الحليب واقلبه برضو مع البيض والسكر والفانيليا، وهنزل كمان كده ب3 معالق كبار من الزيت. زي ما انتوا شايفين مكوناتها بسيطة جدا وسهلة جدا، واكيد اكيد متوفرة في كل بيت. حاجات بسيطة هتقومي تحضري بيها ألذ حاجة حلوة ممكن تجربيها. هقلبهم كويس جدا كده المكونات مع بعضيها لحد ما اتاكد ان السكر بتاعي دايب كويس جدا. بعد كده هنزل بكوبايه من الدقيق، انا معايا كوبايه وربع بس. هنزل الاول مبدئيا بكوبايه من الدقيق، رشه من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب كل المكونات مع بعض لحد ما اتاكد ان الدقيق معايا دخل في كل المكونات السايله اللي معايا، وهتلاحظي كده ان الخليط سايل معايا. انا لسه ما حطيتش الربع لكوبايه الدقيق التانية، يعني التوتال كله كوبايه وربع من الدقيق على المقدار اللي احنا عاملينه دوت. قوام البانكيك ولا بيبقى خفيف قوي ولا بيبقى تقيل قوي، ده كده القوام المناسب اللي احنا عايزينه. مش عايزينه خفيف زي الكريب، لا هو شبيه للكيكه شويه او اتقل شويه من الكيك. زي ما انتوا شايفين ده كده القوام اللي انتوا شايفينه دوت، هو ده القوام المناسب للبانكيك. بعد كده هنبدأ بقى نشتغل فيه على طول. انا كان معايا هنا طاسة سخنتها كويس جدا واديتها مسحة من الزبدة. اهم حاجة الطاسة عندك ما تكونش بتلزق. وبدأت ان انا اعمله كده بالمعيار بتاع المعلقة دوت، بيساعدني جدا ان كل الاحجام تطلع نفس المقاس. تقدري ان انت تعمليه عادي بالبولة مثلا بتاعة الايس كريم تحطي بيها، او مثلا باي مغرفة عندك، او في حاجة سهلة جدا تحطيهم في كيس حلواني وتبدأي تنزلي الخليط، او ممكن كمان بالعلبة بتاعة الصوصات تعملي بيها. ولكن يعني اي حاجة متوفرة عندك وسهلة تقدري ان انت تشكلي بيها البانكيك بالشكل دوت. انا عملته كده ميني صغير، كمان تقدري تعملي اصغر من كده او اكبر من كده على حسب المقاس اللي انت حباه. زي ما انتوا شايفين كده على نار متوسطة. اول ما يبدأ ياخد كده لون كده من تحت ببدأ ان انا اقلبه على الوش التاني، واول ما يستوي معايا ويلون كمان من تحت من على الجنب التاني ببدأ ان انا اشيله. وما بياخدش وقت خالص خالص، يعني بيبقى في ثواني بتحضري احلى حاجة حلوة ممكن تجربوها. زي ما انتوا شايفين كده بياخد اللون جميل ازاي من تحت، وبيستوي معانا على طول، مش بيحتاج وقت على النار خالص، هو صغير فبيستوي معانا على طول. انا خلصت كل الكميه كده زي ما انتوا شفتوها. تقدروا بقى ان انتوا تزينوها باي نكهات انتوا بتحبوها، صوص شوكولاته، البيستاشيو، لوتس، مربى، سكر بودر، عسل، اي حاجه انتوا تقدروا ان انتوا يعني تاكلوها مع البانكيك بتبقى لذيذه جدا. انا كده زينته كده بصوص من الشوكولاته اللي هي النوتيلا، حطيت كده خطوط كده عليها ورصيته كده في الطبق. وهبدا ان انا كمان احط عليه شويه من المكسرات. زي ما قلتلك استخدمي اي صوصات او اي حاجه انت بتحبي تاكليها مع البانكيك، بتبقى لذيذه وسريعه زي ما اتفقنا، وفي الاخر بتدينا نتيجه حلوه. يعني شايفين ما شاء الله الكميه اللي احنا عملناها طلعت لي الكميه دي كلها ما شاء الله، فحلوه جدا وموفره جدا جدا عن اللي بنشتريها من بره. هتحضري في ثواني احلى بانكيك لذيذ وسريع، والاولاد عندك هيحبوه جدا. اعمله لهم كمان ياخدوه في اللانش بوكس معاهم المدرسه او الحضانه، بجد هيعجبهم جدا جدا وسريع. لو جالك ضيوف فجاه تقدري ان انت تحضريه، بيطلع في منتهى الجمال. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.